نظمت أمس الرابطة الدولية للإعلاميين المغاربة والدبلوماسية الموازية ندوة دولية بالدار البيضاء تحت شعار الصحراء المغربية بعيون عربية، وذلك بمشاركة شخصيات وازنة في ميدان الإعلام والحقوق والثقافة من بلدان عربية. الندوة تم خلالها عرض شريط وثائقي عن ما جاء ضمن هذه الندوة. كذلك نستمع لبشرى شاكر الكاتبة العامة للرابطة الدولية للإعلاميين المغاربة والدبلوماسية الموازية، وقد حاورها مولود الساهل. هذا النشاط يدخل في إطار الدفاع عن وحدتنا الترابية والصحراء المغربية، اللي هي قضية عادلة من حيث تاريخيا، جغرافيا، أنثروبولوجيا، ثقافيا وحتى دينيا. كنعرفوا أن قضيتنا عادلة والصحراء مغربية، هذا ما فيش لبس. ولكن مع ذلك نجد أن عدد من الدول تعترف بالجبهة البوليساريو، ولذلك فنحن ارتأينا أن ننفتح على العالم من خلال هذه الندوة وندوات أخرى لاحقة، بحيث أن الدول الحاضرة هي دول سوف تتحدث عن الصحراء المغربية، المتداخلون من مصر، من العراق، من اليمن. هناك أيضا تكريم لسفارة العراق في هذه الندوة، هناك أيضا تكريم لسفارة إفريقيا الوسطى، وتضامنا مع ما يقع لهم من حيف، وخاصة لمسلمي هذه الدولة. الآن كما قال صاحب الجلالة نصره الله، أن الدبلوماسية الموازية وأن الدفاع عن وحدتنا الترابية تقتضي الآن تكاثف جميع الكفاءات المحلية والوطنية والانفتاح على الآخر. الآن نحن نحاول أن ننفتح على الآخر، سواء من يعترف بمغربية الصحراء أو من ما زال لا يعتقد بذلك.